السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا نعمل مناقيش أو فطاير على طريقتي. طلع لونه غامق من التصوير، أنا عم صور من تليفوني فاللون طلع مو هيك، طلع لونه كتير حلو وطعمتهم يا ريت وصل لكم إياها. خلينا نشوف المقادير مع بعض. عندي معلقتين كبار مسح خميرة فورية، عندي معلقة كبيرة مسح بيكنج باودر، معلقتين سكر كبار، نص كوب زبادي، كوبين حليب دافي. بضيف الحليب، خميرة، سكر، بيكنج باودر، بخلطهم مع بعض. بضيف الزبادي كمان بحركهم مع بعض. بضيف الطحين، كوبين طحين، بضيفهم شوي شوي بالتدريج مشان ما يكبتل معي. هذا أول كوب، بحركهم. برجع بضيف الكوب الثاني كمان بالتدريج شوي شوي. هون غطيتهم ببلاستيك وغطيت عليهم بشقفة، وبدي احطهم بمكان دافي لحتى يتخمروا لمدة ربع ساعة. هون بعد ربع ساعة ضفت لهم نص كوب زيت زيتون ومعلقة صغيرة ملح، وحطيت نفس الكوب اللي استخدمته أول مرة، ثلاث كاسات ونص، وكمان بحطهم شوي شوي بضيفهم وبعجن العجينة لمدة ربع ساعة أو 20 دقيقة على إيدي. واللي عنده عجانة، أنا عندي عجانة بس ما حبيت أعجن على إيدي هالمرة. هيك صارت معي العجينة بعد ما عجنتها لمدة ربع ساعة. دهنتها زيت زيتون، دهنت الجاط كمان زيت زيتون. رح خليها ترتاح لمدة ساعة ونص. بغطيها بالبلاستيك كمان، بحط لها شقفة وبحطها بمكان دافي مشان ترتاح العجينة. لبين ما ترتاح العجينة رح أعمل معكم حشوة المحمرة، جربوها كتير طيبة وما تستغنوا عنها أبدا. يلا نشوف المقادير. ملح حسب الرغبة، فليفلة، كزبرة، كمون، حبة البركة، سمسم، وعندي هون بصل ودبس فليفلة بجيبه عند العرب أو عند الأتراك. 3 معالق بحتاج. وهون عندي علبتين صغار رب البندورة. بحمص البصل، 3 معالق دبس فليفلة، بحركهم منيح. بضيف رب البندورة عليهم العلبتين، بحركهم كمان منيح. بضيف الكمون، كزبرة، فليفلة، سمسم، حبة سودا أو حبة البركة. بحط الملح حسب الرغبة. هون العجينة صارت معي جاهزة، قطعتها رح أغطيها لمدة 10 دقايق. هون عندي زعتر محمرة، جبنة، عندي عملت الحلومي مع جبنة تركية أو اليونانية. هاي الحلومي وهي اليونانية أو التركية، فيكن تجيبوه عن محل الأتراك أو العرب. هون بلشت أفتح العجينة، طلعت كتير منيحة وسهلة كتير، تفتح بسرعة العجينة. عملت زعتر ومحمرة، وهذا بيض وحليب، صفار البيض وحليب، بس الصفار. بدهن الحواف وبعمل هذا الموديل حسب الرغبة. أنا اليوم حبيت أعملهم كلهم مفتوحين مثل المناقيش، ما سكرت ولا قطعة، خليتهم كلهم هيك مفتوحين. شوفوا لي هالمنظر ما أحلاه. هداك الزعتر وهي المحمرة. هون خلصنا، ويا سلام لو تعرفوا قديش طلعوا طيبين وبيشهوا. برجع بقولكن اللون من التصوير. لا تنسوا تدعمونا